والنجوم اسمع شوبير، والنجوم اسمع شوبير، والنجوم اسمع شوبير. الكل عامل جيم مفتوح، بيقول وبيصرح ويبوح، ومفيش كده شيء مش مسموح. خليك معانا في شهر الصوم. اسمع شوبير، والنجوم اسمع شوبير، والنجوم اسمع شوبير، والنجوم خليك مع الله واعمل الطيب، سلمها لله تلقى البعيد قريب. خليك مع الله واعمل الطيب دائما وابدا. خلينا مع الله ونعمل الطيب. كابتن حسن، الحقيقه فاجئتني، خلينا اكون امين معاك بقصه ترشيحك للكابتن شوقي غريب، لان البعض قال انك غاضب انه انتوا كنتوا جهاز وانت كنت البيج بوس او الراس الحربه في هذا الجهاز، فلما الجهاز يمشي، وانا حتى قلت في برامجي اكثر من مره، هي كانت القصه في الكابتن حسن يعني ما هو طب يعني في حاجات يا كابتن القصه شكلها ايه يعني. انا عاوز اقول لك في حاجه بتتحسب برضه الكابتن سمير. انا بس اقول للناس انه 91 37 رسائلنا على 9137 اي استفسار للكابتن حسن شحاته، ويا ريت هاتوا استفساراتكم كلها للكابتن حسن شحاته، هرد عليها كلها. اتفضل يا كابتن. فكابتن سمير برضه ليه حاجه كويسه. كانت وجهه نظر الكابتن سمير كانت في الصالح، اللي هي طبعا في ناس بتقول ان في خناقات وشوقي غريب وحسن شحاته وكذا الكلام ده. كابتن سمير كان بيفكر في حاجه ثانيه، ودي هو لما قالها لي برضه انا اقتنعت بيها، وكان ردي عليه بالشكل اللي انا هقول لحضرتك عليه. كابتن سمير كان بيفكر ان هو لما هيجيب شوقي غريب، شوقي غريب ممكن يجيب مع حمد الصديق، ممكن يجيب مع احمد سليمان، هيبان للناس كلها وسمير عدلي هيجيب سمير عدلي وبتاع، هيبان للناس كلها ان حسن شحاته الوحيد اللي كان وحش. واخد بالك ده صحيح، ده صحيح. فحسن شحاته هيبقى وده انا قلته حسن شحاته مثلا سي ان هو وحش لوحده. فانا عشان كده بقول لك انا لما اتكلمت مع كابتن سمير قلت له انا بشيل عنك الحرج، وانا متشكر على تفكيرك ان انت بتحاول بقدر الامكان ان انت بتطلعني بس انت ما عندكش حرج كويسه. بس انت النهارده انت ككابتن حسن ما عندكش حرج. لا انا ما عنديش حرج لحاجه واحده، لسبب واحد، لان انا مقتنع بالناس اللي معايا وبثق في الناس اللي كانوا موجودين معايا. وفي نفس الوقت قلت له يا كابتن سمير ان احنا عندنا مدربين اكفاء قوي في مصر، كتير قوي. مين يا كابتن كان يعني انا مش عاوز اقول مين، لكن هم اكفاء ونتائجهم. اصل المدرب بيبقى كفء بيبان على حسب نتائجه. صحيح. فاحنا بس المدربين دي كلها متسكنه دلوقتي في الانديه بتاعتنا. يعني وانت عمال تدور على اجنبي، وعمال تجيب من هنا، وعمال تجيب من كرواتيا، وعمال تجيب من وجايب الراجل بتاع امريكا طب وانت ليه؟ طب ما تدي فرصه لشوقي غريب. فقال لي طب ما هو شوقي غريب النهارده لما هيجيب حماد الصديق واحمد سليمان وسمير عدلي هيبقى انت برضه شكلك كذا. قلت له الحته ديت الناس كلها فاهمه الامور كويس، وفاهمه اللي حصل ايه، عشان كده احنا سيبنا او انا سبت. فدي مش هيبقى انا بكلم مع حضرتك عشان اشيل الحرج من عندك. ده الكلام ده كان امتى يا كابتن حسن؟ الكلام ده بالظبط من هنقول من اسبوعين، من 3 اسابيع. هل هو بدا يبقى عنده قناعه دي، قناعه المدرب المصري، قناعه شوقي غريب، ولا لسه؟ لا ده هي بعديها لقيته بيجيب كل يوم والتاني كابتن مجدي عبد الغني جايب الراجل بتاع كوبا كولومبيا وواحد جايب برادلي جاي من امريكا، وزران جاي من صربيا، وفلان جاي من صربيا فلقيت الدنيا الله. طب ده انا بتكلم معاك عشان يعني قبل ما تفكر انك تجيب حد يبقى عندنا مدربينا المصريين، لان مفيش منتخب مصر ما عملش اي حاجه مع مدرب اجنبي. كل نتائج منتخب مصر مع مدربين مصريين. عارف ازاي؟ فده كان كلامي. فادوا له فرصه، ما تدولوش فرصه ليه؟ المهم ديت الجزئيه الاولانيه اللي انا كنت طلبت ان انا اقعد معاه. الجزئيه الثانيه ان انا كابتن سمير لغايه النهارده مش عارف راسي من رجلي. صحيح. وانا النهارده لغايه النهارده ما مضيتش في نادي الزمالك. مظبوط. عارف حضرتك ازاي؟ انا ما مضيتش في نادي الزمالك لحد دلوقتي. انت بتكلمني لحد دلوقتي؟ لان النهارده انا النهارده موضوعي في اتحاد الكره ما خلصش. يعني حتى هذه اللحظه حسن شحاته يعمل في نادي الزمالك بلا عقد. انا العقود معايا، هم الناس عاملين عقود وختمينها وماضيين عليها وكل حاجه. لا لم توقع العقود، لكن انا كان كلامي معاهم كده. يعني انا كلام معاهم لما انهي الموضوع اللي مع الاتحاد. انا بيني وبينك لما لقيتك نزلت التمرين قلت خلاص الموضوع انتهى. لا انا نزلت التمرين، انا نزلت التمرين عادي، مش هفضل قاعد كده لغايه ما يخلصوني في اتحاد الكوره. ان هم لما يبقى في قرار واخد جواب من اتحاد الكوره زي ما بيقولوا ايه بانهاء مهمتي، بان انا ما فيش اي حاجه بيني وبين الاتحاد، ولا هم ليهم مستحقات عني، ولا
انا ليا مستحقات عندهم، وفي نفس الوقت انا ليا مستحقات. كل ده لسه ما تمش يا كابتن حسن؟ لا ما تمش. كابتن حسن انت حضرتك مشيت من تدريب المنتخب يوم 6/6، النهارده 22/8. يعني داخل على شهرين ونص وشويه. فيعني اعتقد انه امر صعب جدا. ما كابتن انا حسن. ما اعرفش، انا واحد من الناس مش زنان، يعني واحد من الناس يعني اللي هل هم كل شويه هروح اتكلم. طب خلينا نتكلم بصراحه، انت حضرتك ليك باقي مستحقات شهر يونيو، مستحقات يونيو والمكافآت بتاعت بعض المكافآت موجوده بتاعت حوض النيل او غير تمام. حوض النيل. يعني هل هم ما عندهمش فلوس ولا؟ لا ما عنديش فكره. ما عندكش فكره؟ لا ما عنديش فكره. طب يعني اخر حوار بينك وبين الكابتن سمير، هل بتعثر على الكابتن سمير سهل زي زمان ولا بقى صعب؟ لما بكلم الكابتن سمير عادي بيرد على طول عادي. وهو كابتن سمير يعني لما كنت قاعد معاه من اسبوعين قال لي بالكثير 48 ساعه وكل حاجه. بس ما قالكش سنه كام؟ لا معلش اذا الموقف. لا هو كابتن سمير بصراحه كابتن احمد هقول لحضرتك حاجه. كابتن سمير ممكن يكون معايا انا كويس وهو ممكن يكون صريح معايا، ممكن يكون واضح معايا، بس ممكن في حاجات ممكن تبقى معرقله في حاجات داخل الاتحاد. النهارده ممكن الكابتن سمير النهارده هل هو هيصرف لحسن شحاته لوحده؟ ما لازم يصرف لباقي الجهاز يا كابتن، ده حقوقه الطبيعي. اللعيبه نفس كمان اللعيبه نفسها مكافآت اللعيبه لا لها مستحقات، خد بالك ما خدتهاش. عارف حضرتك انت ازاي؟ يعني مش احنا بس احنا عشان بس اللعيبه موجوده، لكن اللعيبه موجوده طبعا، اللعيبه موجوده. هم هيصرفوا سواء اللي هتبقى ضمن المنتخب او مش هتبقى يعني حتى الان منذ ان جلست مع الكابتن سمير زاهر بتاريخ 6/6 واتفقتوا على الرحيل بالتراضي، لم يتم التراضي، لم يتم انهاء العقود بصفه رسميه، وانت تدرب الزمالك لانه ده بيتك، فنزلت بيتك بتدرب الزمالك دون ان توقع عقد رسمي حتى الان. العقود موجوده بس برضه كان كلام مع برضه مجلس اداره الزمالك يا جماعه الوضع كذا وكذا، اكيد انا معاكم. انا معاكم الزمالك ده كيان واحد خلاص يعني. منتهيين بس هو كذا عشان لا تؤخذ ضدي. طب سؤالي الاخير في القصه دي عشان نقفلها بقى. هل بالفعل لما قعدت مع الكابتن سمير القعده الثانيه كانت الاعصاب بقى هديت وكانت الهوجه خلصت وكان هل ما قالكش ما ترجع تاني بقى والدنيا تخلق خالص؟ لا ما حصلش الكلام ده. لا ما حنيتش يا كابتن حسن يعني لا مشوار؟ حنيت يعني انا حنيت دلوقتي النهارده لما بسمع اغنيه وطنيه والاغنيه الوطنيه دلوقتي بسمعها قليل قوي يعني. عارف انت ازاي؟ لكن انا عندي سيديهات كتير شغالها وبشوفها سواء تلفزيونيه او في الراديو بتاع. لما سمعت دلوقتي بعض الاغاني الوطنيه دلوقتي وانا قاعد معاك دلوقتي يعني حنيت. سمعت مع اسلام واحنا جايين في العربيه وحضرتك برضه في البرنامج وبتاع بعض الاغاني وانت بتقدم التتر بالنسبه لي وكده على لسناء الحلواني اللي عامله الحلقه. انا بقول لك فبعض الاغاني يعني دي انا بقول لاسلام بص الايام الحلوه الايام الحلوه كذا كذا كذا. قال لي ليه؟ والايام اللي جايه هتبقى احلى. قلت له ان شاء الله انا اتمنى الايام اللي جايه. كابتن حسن خليني اسالك، يعني ربنا يكرمك ويوفقك ان شاء الله وانت شخص طيب وبتشتغل بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبتجتهد وبتموت نفسك، من الممكن ان تنجح نجاح ساحق مع الزمالك، ومن الممكن ان يطلبك المنتخب من جديد لانه الازمه النفسيه اللي كانت موجوده انتهت يعني الحمد لله. مجرد نزولك ارض الملعب في مباراه جنوب افريقيا ده كان اكبر رد على الناس كلها وعلى المشككين وعلى الحملات اللي اتعملت عليك على الفيسبوك، لان احنا الاثنين بصره يعني عينه واحده ما عندناش مشكله. بس انا جدتي النحاسه الحقيقه يعني انا ما بتفرقش معايا، بقوم من النوم اقرا قضايا واقرا حاجات خلاص يعني، ودخلت نيابات ودخلت محاكم ودخلت قضاء. هل يعني في حاله توفيقك السنه دي ان شاء الله مع نادي الزمالك وعملت موسم جيد وطلبك المنتخب من جديد؟ طلبني المنتخب من جديد يعني مصر بتطلبني يعني هي الكلمه اللي بتعبر عن معناها يعني محسومه بالنسبه يعني لك القرار. محسومه طبعا عارف انت ازاي؟ لكن زي مش هقول لك برضو ان انا برضو هسيب الزمالك كده من غير بتاع، لكن برضو لازم هيبقى في اتفاق. وبعدين احنا بنتكلم في حاجه يعني في علم الغيب، لكن برضو لما منتخب مصر هيطلبك تاني دي حاجه بالنسبه لك برضو مش هتبقى وحشه. هو الكلام في الاغنيه حلو، بيقول مصر نادتنا فلبينا النداء، يعني ده ما نقدرش نتاخر وانت راجل معجون بميه مصر. لكن انت ضد فكره المدرب الاجنبي، يعني انت عايز مدرب وطني من الواقع اللي احنا فيه كده. من الواقع اللي احنا فيه ما فيش مدرب اجنبي جه لمنتخب مصر وحقق مع منتخب مصر ما حققه باستثناء مايكل سميث معلش ما حققه المدربين المصريين طبعا. يعني حضرتك والكابتن جوهري وطبعا في صحيح مدربين ما عملوش نتائج لكن عملوا بناء. الكابتن طه اسماعيل، كابتن عبد الصالح الوحش عملوا بنى الحقيقه. نعم طبعا عملوا بنى وعملوا عطوا برضه معنى للمدرب المصري بشكل كبير جدا في وقتها. واحنا طبعا في وقتها احنا برضو كنا نعتبر بالنسبه للكابتن عبد الصالح الوحش رحمه الله عليه والكابتن جوهري نعتبر برضو يعني
يعني من تلامذتهم، يعني احنا بنعتبر من تلامذتهم يعني في وقتها، وما زلنا برضه هنقول ان احنا برضه من تلامذتهم. أكيد يعني طبعا مش هنقدر طبعا. العين ما تعلاش عن الحاجب زي ما بيقولوا، فهنفضل من تلامذتهم. وفي نفس الوقت بقول لك ان مصر ولاده، ومصر ولاده بمدربينها، في مدربين اكفاء جدا 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 أكيد. جدا. مين بيعجبك؟ يعني مين لما تيجي بتحبه تبص، يعني لما تيجي انت تبص هتلاقي مثلا طارق يحيى مقدم موسم طارق بيحبك قوي. طارق يحيى بيقدم موسم قوي. حلمي طولان اتظلم في بعض الاوقات، او مع النادي اللي هو كان موجود معاه، بالظروف اللي مر بيها مع اللعيبه بتاعته. طلعت يوسف هتلاقي طلعت يوسف عامل برضو مع الشرطه بقاله كام سنه، عامل شغل كويس جدا. يعني ديت النتائج الكابتن اللي هي تقدر تقول اصل المدرب النهارده بيقيم، يعني احنا بنقيم المدرب، احنا في مصر بنقيم المدرب من خلال نتائجه. ده صحيح، مش هنقول لك من خلال بقى علمه او دراساته. نتائج انا ماليش دعوه، نتائج ممكن يبقى اعظم واحد في الدنيا، ونتائجه اكاديمي 10/10، لكن نتائج. طب قبل ما اروح للمسلسل، كنت دكتاتور في عملك في الاتحاد، وده اغضب ناس كثيرين جدا منك، وما صدقوا انه جت الخساره، قال لك بقى يا عم يمشي بقى، ده اللي عارفين نكلمه وبيتشرط وبيتامر علينا، خلاص بقى خلينا نجيب حد نعرف نتكلم معاه. لا الحمد لله رب العالمين. هو مش بس لما دخلت الاتحاد او ما كنت مع منتخب مصر الاول، حتى طول عمري مع كل الاجهزه اللي انا اشتغلت معاها، او الاجهزه اللي اشتغلت معايا في الانديه وفي المنتخبات، سواء منتخب الشباب او منتخب الكبير، يعني انا بديهم الحمد لله، وهو ده باعترافهم برضه، بديهم مساحات كبيره جدا جدا من لا دكتاتور في تعاملك مع اعضاء مجلس ادارات، دكتاتور في تعاملك مع المجموعه لا لما اكون على حق، لما اكون على حق هفضل ورا حقي لغايه ما اخده. تصمم عليه. فهم بيسموه دكتاتوريه، بيسموها بيقولوا ما كانوش يعرفوا يجيبوك في التليفون، يسال رئيس الاتحاد يكلمك ما عرفش يجيبك، اعضاء مجلس اداره رئيس الاتحاد يكلمني ما عرفش يجيبني، ده عمليه صعبه جدا. لكن اجي اقول لك ممكن الاعلام كانوا بيغلبوا عشان يجيبونه. انا واحد من الناس، وده مش عيب يا كابتن احمد، يعني انا معايا خطين، الناس كلها تعلم عن الخطين دول كويس، لكن لما يجي لي تليفون انا ما اعرفوش انا ما بردش. لكن انت كمان عندك متحدث رسمي باسم الجهاز، وبالتالي يعني لو في اي حاجه كابتن احمد، في اي حاجه بنطلع نقولها، احنا بنطلع نقولها. لو في اي حاجه بيبقى عندي في فلان، لو انا ما نقولنيش بيلاقوا شوق غريب، يعني بدون حفظ مع حفظ الالقاب، يعني بيلاقوا حماده الصدي، بيلاقوا احمد سليمان، ممكن حاجه اداريه يلاقوا سمير عدلي، عارف حضرتك ازاي؟ لكن هم قاصدين ان هو فلان، احنا عاوزين فلان الفلاني تبقى على لسانه، اذا كان في تصريح او كان في اخبار يبقى على لسانه. بس يا جماعه انا مش قاعد 24 ساعه في اتحاد الكوره، انا بروح اتحاد الكوره، ودي كانت اول مره تحدث. ان وانت حضرتك موجود في اتحاد الكوره، ان يبقى المدير الفني ليه مكتب في اتحاد الكوره، والمكتب يعني المديرين الفنيين اللي قبل كده كلهم بيروحوا وقت التجمعات، لكن احنا بنروح اتحاد الكوره ما عدا خميس وجمعه، وبعض الاحيان بيتطلب شغلنا ان احنا نروح يوم الخميس. عارف حضرتك ازاي؟ فلما بقى لينا مكتب في الاتحاد الكوره، بقينا سوري في الكلمه، بقينا زي الموظفين، بقينا نروح كل يوم، ما عدا الايام اللي هي اجازات، ساعات الجمعه والسبت بتبقى اجازه، وبعض الاحيان الخميس ما بيبقاش فيه شغل، ما بنروحوش. فاحنا كنا دائما وابدا متواجدين في اتحاد الكوره، فاللي هو المفروض اللي عاوزنا، سواء بقى من خلال التليفون في وقت شغلي لغايه مثلا الساعه 3 لغايه الساعه 4 لغايه ما اروح، انا ما عنديش استعداد كمان ان انا ممكن فاتح تليفون لما اروح بيتي ومرتاح شويه، ان انا ممكن اقعد اتكلم في الكوره. هنرجع نتكلم على علاقه حضرتك بالاعلام لانها مهمه في المرحله المقبله، خصوصا انك عينت اسماعيل يوسف متحدثا رسميا باسم الجهاز في نادي الزمالك. اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه، وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه. اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه،